مثال لا يقل حاجة عن شواطئ اليونان وقبرص وصقلية. عاملة حلوة كتير بيوت لما تشوفها قبل كده كتير جدا بتيجي ان انت تحط البروجكت على التايم لاين وانت بتعمل فيديو اديت، بيبقى شكله مش حلو، القطعات شكلها مؤذي للعين وتحس ان هي محتاجة ترانزيشن. انا في الفيديو ده هعلمك ترانزيشن سهل جدا وحلو جدا جدا لو عملته، اسمه بيبر ترانزيشن. هو جزء من الكولاج انيميشن ترانزيشنز. طبعا الكولاج انيميشن هو مجال واسع جدا وفي الاصل بيتعمل على افتر افكت. طبعا انا فضلت ايام يا صديقي ادور على احسن طريقه تتعمل على كاب كات ككولاج انيميشن، او واحده من التريكات والتكنيكات اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل كولاج انيميشن باستخدام بس كاب كات. فيلا بينا. طيب دلوقتي يا شباب احنا عندنا دلوقتي مجموعه شوتات انا منزلها من على النت، تمام؟ هنعمل بقى الترانزيشن بتاع البيبر ترانزيشن على كاب كات بي سي. نفترض ان انا هبدا بالشوت ده، يعني زي ما انتم شايفين كده هو تقريبا زي دايمنشن تاني او حاجه، تمام؟ هنصغر الفيديو، هنحط الفيديوهات كلها في التايم لاين كده، وطبعا نصغره على مزاجك خالص، عايز تخليه المده اللي انت عايزها، تمام؟ هنبتدي نصغر. طيب بعد ما نزلنا الشوتات زي ما انت شايف، عايزين بقى نعمل الترانزيشن. هنيجي هنا هنضغط على تاني. انت دلوقتي حملت كل شوتاتك، هتيجي تضغط هنا، تمام؟ وهتلاقي فوق هنا في حاجه اسمها فريز، هتضغط عليه هتلاقي ان هو عمل لك فريز فريم هنا بالظبط كده زي ما انت شايف. هتبتدي تعملها على كل شوت منهم، هتضغط على الشوت، ما تنساش تضغط على الشوت اللي انت عايزه، بعد كده تضغط تدوس فريز، بعد كده تعمل نفس القصه على الشوت اللي بعديه، بعد كده هتضغط فريز. هنا برضه هتلاقي كله معمول لك اهو فريز، تمام؟ اخر واحد اهو هتضغط عليه وتدوس على نفس الزرار فريز. خلاص سهله هي، ما فيهاش اي حاجه. خلاص بعد بقى ما انت تضغط على فريز دي، هتبتدي ان انت تعمل اكسبورت لكل شوت منه. خلاص هتعمل بقى؟ هتيجي هنا هتلاقي فيه هنا 3 شوط فوق الفيديو، هتضغط عليهم وتعمل اكسبورت ستيل فريمز. بس انا اوريدي منزلهم عندي فانا مش محتاج انزلهم، بس لما انت هتضغط هتلاقي هنا جاب لك، هتسمي الاسم اللي انت عايزه، نفترض شوت 1 مثلا، تمام؟ وهتيجي هنا تنزله في الفايل اللي انت عايزه وبس، وبعد كده تضغط اكسبورت، هتلاقي اتحمل معاك الصور اللي انت عايزها. طيب حملنا الصور، وبعدين هنيجي على الويب سايت ده اسمه فوتو روم. فوتو روم ده هتعمل عليه الريموف باك جراوند. لازم الباك جراوند بتاع كل شوت من الشوتات اللي انت عملت لها فريز دي لازم تتشال. فده تقريبا من احسن الويب سايتات اللي انا شفتها بتعمل ريموف باك جراوند وبكواليتي مش وحشه خالص. خلاص هتيجي هنا على فوتو روم، هتضغط على ستارت فروم فوتو، هتضغط على الزرار اللي لونه ازرق ده، بعد كده هتضغط على الشوت اللي انت عايز تعمل لها مثلا فريز، او قصدي عايز تعمل لها ريموف باك جراوند، هتيجي تعمل لها اوبن. خلاص وتستنى شويه. طيب بعد ما انت حملت الصوره هتعمل فيريفاير هيومن، هتلاقي ان الشوت مقطوع زي ما انت شايف كده، اتقطع الباك جراوند. هتيجي هنا تعمل داونلود، وتعمل الداونلود وتدخله تاني على كاب كات بنفس الطريقه، تمام؟ او نزل اهو، او جايبه على برنامج كاب كات. طيب دلوقتي بقى عندنا كل الشوتات منزوعه الباك جراوند، حلوه منزوعه، تمام؟ هنمسح دول كلهم اللي انت عملت لهم فريز. احنا بس مجرد عملنا لهم فريز عشان ندخل او نعمل لهم ستيل فريم. هتجيب الفيديو زي ما انت شايف من هنا على التايم لاين، هتصغره بحيث ان هو يبقى تقريبا 1 2 3 4 5، يعني 5 فريمات كويس. طبعا لو عايز تزيد ل10 برضه مفيش مشكله، شوف المناسب بالنسبه لك واعمله. انا بالنسبه لي انا بفضل 5 فريمات كفايه، من 5 ل 10 فريمات. يعني دلوقتي اعملهم 10، 1 2 3 4 5، تمام؟ او مكبر الفيديو
بعد بقى ما انت حملت الجزء ده هتيجي هنا تضغط على اللاير ده او الشوت ده اللي انت لسه عامل له فصل للباك جراوند، وهتيجي هنا تعمل انيميشن. يعني عامه الترانزيشن اقعد جرب فيهم لحد ما اي حاجه تعجبك. هتيجي بقى تعمل اللي تتفرج على اللي انت عملته تلاقي ايه معمول كده. تمام، دي ايه اول حاجه. طيب هتعمل نفس القصه دي على كل شوت. خلاص يعني هنا دي يعني حاطين دي نفس القصه، هنصغرها وهنعد 10 فريمات من هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلاص بالسهم الشمال. خلاص وهنيجي ايه نعملها كده، هنيجي نعمل لها انيميشن هنعمل لها مثلا ايه سوينج ليفت مثلا. خلاص وتيجي تتفرج على اللي انت عملته. تمام، بعد كده تيجي تعمل نفس القصة هنا. ويا ريت بس انا عايز اصغر الشوتات شوية انها كبيرة شوية. تمام، هتيجي تضغط هنا تعملها هنا نفس القصة تصغرها. بعد كده تيجي هنا تعد 10 فريمات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تيجي تحط انيميشن. خلينا نعمل سلايد داون. خلاص ونيجي نصغر المدة شوية. تمام، والافضل ان انت ما تسيبش مساحه هنا. يعني انت زي ما انت شايف دي الترانزيشن اللي انت عملته دي مده الترانزيشن، لا خلي الترانزيشن بالظبط على الانيميشن اللي انت عملته. هنجيب بتاع اللون الاخضر الغريبه دي. تمام، وهنعملها زي ما انت شايف نفس القصه. تيجي هنا تعد 10 فريمات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، هنيجي نعمل انيميشن، نختار الانيميشن اللي بيريحك. تمام، وهتيجي تتفرج على اللي انت عملته وهيطلع معاك بالمنظر ده. لطيف صح؟ ترانزيشن سهل ولطيف وممكن ينفعك وانت بتعمل الكونتنت بتاعك او تعمل الفيديو بتاعك على كاب كوت بي سي. طبعا الافكت لطيف ولذيذ وسهل كمان. بدل ما انت تعمل قطعات بتبقى شكلها مش كويس، ممكن تعمل الترانزيشن ده وهيطلع معاك الفيديو شكله لطيف جدا. زي ما قلت لك ده جزء بسيط جدا جدا من الكولاج انيميشن. انا فضلت ادور كتير جدا على في كولاج انيميشن بيتعمل على كاب كات بي سي، بس الافضل من كاب كات في الكولاج انيميشن هو ان انت تستخدم افتر افكت. فلو عايزني اعمل لك سلسله فيديوهات كلها على افتر افكت يا ريت تقول لي في الكومنتات تحت، وانا يسعدني ان انا اعمل لك سلسله كامله ازاي تعمل كولاج انيميشن على افتر افكت. وممكن كمان تتفرج على الفيديو ده لو عايز تتعلم كل اساسيات كاب كات. هتتعلم كل الاساسيات من اول ما تنزل كاب كات منين وتستعمله ازاي وتسطبه ازاي على الكمبيوتر بتاعك. يا ريت تتابع الفيديو ده وتتابعه انه مهم جدا، وما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك. ولو عجبك الفيديو او لو عندك اي تعليقات يا ريت في الكومنتات. مع السلامة.